السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا معانا شوية أخبار يا جماعة النهاردة، ومن أخبار هاف عن نادي الزمالك. زي ما أنتم عارفين، أخوكم هيثم كرو سينمائي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكابتن الأسطورة محمود الخطيب يكرم عماد النحاس نظرا لمجهوداته السابقة في توليه إدارة النادي الأهلي، و11 مباراة 11 مباراة والله، 10 فوز ومنها واحد تعادل، إضافة السيزون اللي فات موسم 2024 وفوزه بالدوري طبعا. فإدارة النادي الأهلي تكرم كابتن عماد النحاس. اللاعب محمد شكري الحمد لله يا جماعة، هنزغرط ولا ايه مش عارف، رجع الحمد لله وتعافى ودخل إلى التدريبات لقائمة الفريق الحمد لله، اللي هو باك الشمال محمد شكري. كابتن عادل مصطفى يتولى قيادة النادي الأهلي في رحلة الفريق قصاد ايجل نيوار البوروندي. ايجل نوار البوروندي في دوري دور ال 32 لبطولة أبطال أفريقيا، إن شاء الله السبت القادم الساعة 4 عصرا. عشان خاطر كابتن اللي هو المدرب جيس سروبا لسه ما خدش كل المعلومات الكافية عن الفريق، وما يعرفش أسامي لعيبة كتير جدا، فترك مسؤولية تولي الفريق لكابتن عادل مصطفى هذه المباراة في دوري أبطال أفريقيا دور ال 32. جماعة، اللي هو الخبر اللي بعده، الكابتن المدير التنفيذي نادي بيراميدز اسمه ممدوح عيد. المدير التنفيذي نادي بيراميدز للاسف بيعرقل صفقات الاهلي. كان عارفين ان احنا كنا بنقول ان بنتايج محمود بنتايج ممكن يجي الزمالك، باك الشمال بيجي من الزمالك للنادي الاهلي، ولكن كابتن ممدوح عيد عرض عليه 2 مليون دولار وليس زرار، 2 مليون دولار، وهو كان بياخد راتبه في نادي الزمالك بياخد 500 ألف دولار، فطبعا الفرق شاسع كبير جدا. فهو الراجل بيعرقل الصفقة دي للأسف. عرض مغري، واحتمال للأسف يا أهلاوية يا إخواتي إن هو هيجي بيراميدز ب 2 مليون دولار، إضافة إن أستون مايلي برضو عرضوا عليه 4 مليون دولار عشان خاطر يكمل العقد معاه ويجدد العقد معاهم. وحتى لو هو مش عايز يكمل استون مايلي، هيقدروا يبيعوه بثمن كويس مش ثمن بخس عشان خاطر ان هم يكسبوا من وراه. فاستون مايلي برضو للاسف صعب ان هو يجي النادي الاهلي، وربنا يستر على بنتايج كمان ان هو للاسف ممكن ما يجيش النادي الاهلي ويروح بيراميدز ب 2 مليون دولار. الحاجه يا جماعه الهفن في الاخر، كابتن حسين لبيب اقرض نادي الزمالك قرض حسن الحمد لله 125 الف جنيه، يعني قيمه 2500 دولار لخزانه النادي الزمالك. وطبعا بينتظر ان هو هياخدهم كمان فتره يومين اربع خمس ايام الله اعلم يعني. الفريق موقفه محزن جدا، وعبد الحميد معالي بيقول انا مش لاقي ياكل، وان هو محمد صبحي اخده وقعده معاه وهصرف عليه، اللي هو لاعب طنجة المغربي اللي كان بيلعب في طنجة المغربي. شيء مخزي جدا يا جماعه، يعني حاجه تضحك جدا. ادعموها بسبسكرايب واشتراك. السلام عليكم ورحمه الله.